فرح من دول يتكلف 2 مليون جنيه، وليك العجب تلاقي صف طويل واقف يسلم على الناس اللي داخلين، يسلموا على الحرام ويبوسوه من خدوده، وتلاقي واحد بيجري يجيب له كرسي، واحد بيجري يحط قدامه ترابيزه، واحد بيجيب له قهوه، واحد بيجيب له حته حشيش، والمحترم محدش يسلم عليه. الله، حاجه غريبه، مش عارف ايه اللي بيحصل ده والله. والمعزه تكلف رخصه 2 مليون، يقول لك جايبين الشيخ الجزاز، والشيخ الجزاز جاي معاه 2 مذيعين، والمذيع يقول يا من عليك المولى صلى وبالقران نزل، والمذيع ياخد 1000، والمذيع الثاني ياخد 1000، والجزاز ياخد 100000، وبتاع القهوه 20000، وبتاع الفراشه 100000، والميت يخش النار. يعني بعد ده كلته الميت يخش جهنم وينضرب لما ينعدي. طب كنتوا اعملوا حاجه على روحه، جوزوا شاب بائس، صبوا بيت ايتام، اعملوا مستوصف الناس تتعالج فيه من الامراض اللي في بطونها، الميه فيها مجاري. لكن كده اهو جايبين عبد السلام، وجايبين يارا محمد، وجايبين كريم نعوس، وجايبين مين تاني، وجايبين شيطان رجيم يرقص طول الليل، رقاصين يرقصوا، وهات بقى حشيش، وهات بيره، هات مزه، وتلاقي المعازيم كلها قصيه. انت جبت الصيع دي كلها منين؟ تلاقي صيع على اشكال على شاكلته. اللهم لا حول ولا